ايه اكتر تجربة كلفتك فلوس؟ ايه تأثير اليوتيوب عليا؟ ايه الاهم؟ هل الفيديو ذات نفسه ولا الثمبنيل؟ بتقيس نجاحك ازاي؟ هل لما الفيديو يجيب عدد مشاهدات اكتر ولا يجيب تفاعل اكتر؟ السلام عليكم يا اصدقائي، عاملين ايه؟ انا عارف ان انا راقب عنكم كتير حلقات طويله، بس ان شاء الله راجع لكم مفاجآت كتيره جدا. طبعا نزلت لكم بوست على الكوميونتي هنا في اليوتيوب وسالتكم لو عندكم اي اسئله تخص صناعه المحتوى يا ريت تسالوني علشان اقدر اجاوبكم عليها في سلسله من الفيديوهات اللي بحاول ان انا اجاوب على اسئلتكم فيها. وان شاء الله انا متاكد ان انتوا هتطلعوا من الفيديو ده باستفاده كبيره جدا لو انت قررت تبقى صانع محتوى، واشجعك انك تبقى صانع محتوى، وخصوصا لو انت بقى دكتور، مهندس، محامي، اي شغلانه تتخيلها في حياتك. صناعه المحتوى بقت حاجه اساسيه جدا جدا في حياتنا، وخصوصا على يوتيوب. هو مش بس اليوتيوب هيساعدك ان انت تكسب فلوس، لكن كمان هيساعدك ان انت تنشر علمك اكتر وتبدع اكتر في محتواك، فناس اكتر تعرفك، فيقدر يكون عندك كاستمرز بشكل اكبر. وجات لي اسئله كتيره جدا وان شاء الله الاجابات تفيدكم بنسبه كبيره. واول سؤال جالي: ايه اكتر تجربه كلفتك فلوس؟ اكتر تجربه كلفتني فلوس، في تجارب كتيره جدا كلفتني فلوس كتير، بس اخر اشهر تجربه وكلفتني فلوس هي تجربه الاليفانت تو سبيس اللي كنا عاملينها في حمام السباحه. والتجربه دي استخدمنا فيها تقريبا يعني حوالي 400 لتر من ميه الاكسجين، واستخدمنا فيها تقريبا 20 كيلو من البوتاسيوم ايودايد. فكانت التكلفه على حسب ما اتذكر ما بين ال 500,000 و 600,000 جنيه، يعني الرقم بنتكلم في 12,000 دولار. طب حد فيكم هيسالني دلوقتي: طب انت الفلوس دي انت بتصرفها منين؟ بتجيبها منين؟ كده يا جماعه محدش هيجيب فلوس من البنك ويصرفها على الفاضي. الفلوس دي جايه من اليوتيوب بارتنر بروجرام. احنا اليوتيوب اي حد عارف الموضوع ده كويس، ان اي حد بيعمل محتوى بينزله على يوتيوب بيكسب منه. ومش بس كمان بنكسب من الفيديوهات الطويله، لا احنا نزلناه كفيديو شورت وكمان قدر ان هو يكسب ويجيب منه فلوس كتيره جدا. طبعا مش كل التجارب بتكلف بهذا المبلغ، بس انا كان هدفي من التجربه ان انا انفست واجيب جمهور اكبر. فمش بس التجربه دي ان هي جابت لي فلوسها، لا انت كمان الجمهور دخل اتفرج على فيديوهات تانية من بلاد كتيره جدا، فتقدر ان انت تكسب منه بشكل كبير. دلوقتي السؤال بيقول لي، دلوقتي سؤال حلو جدا على فكره ومثال حي عليا وانا عاصرت الظرف ده. انا ابتديت شغلي بجوده عاليه، وللاسف حصلت ظروف ما بتخلينيش اقدر اكمل على نفس المنوال. هل اصبر لحد ما اكمل الشغل زي ما هو، ولا مشي حالك يعني انزل المحتوى علشان ينزل على طول؟ بص صديقي، نصيحتي ليك وخصوصا في البدايات: ما تنفستش او تستثمر باي شكل من الاشكال في الجوده، استثمر في ابداعك انت شخصيا في المحتوى بتاعك. صدقوني يا جماعه، لو دخلنا على اليوتيوب اتفرجوا على كل الفيديوهات اللي موجوده واللي انت بتحبها بشكل شخصي، هتلاقي ان اكتر فيديو بينتشر هو الفيديو الطبيعي الحقيقي اللي انت بتكون قاعد فيه مع الشخص مقدم المحتوى. قاعد مثلا يعني مثلا في محتويات السفر، انا راجل بحب محتويات السفر جدا على يوتيوب. احسن محتوى سفر بحبه على يوتيوب هو المحتوى اللي بلاقي فيه المسافر بيتجول في المدينه بكاميرا عاديه جدا، بيتعامل بطبيعته جدا، بيروح لمين، بيروح شمال، بيروح للراجل ده، بيسافر من بلد لبلد بكاميرا واحده، بس بيعرض تجربته بشكل سلس وجميل. ويوتيوب عمره ما هيحاسبك انت صورت بكاميرا ايه ولا جودتك عامله ازاي. يوتيوب دايما هيحاسبك على ابداعك وعلى المحتوى بتاعك. فكل ما كان المحتوى بتاعك حقيقي في ابداع، كل ما كان عنده فرصه اكبر انه ينتشر. وكمان فكره ان انت تستمر بتحتاج منك سهوله شويه في المعدات. طبعا احنا في شارع العلوم لينا ستايل تاني خالص. احنا بقالنا دلوقتي 7 سنين الحمد لله على يوتيوب. كل مرة بنحاول نطلع بأفكار جديدة، لأن احنا هدفنا ان احنا ننشر العلوم لكل الناس. ابتديت بموبايل يعني قليل جدا 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 جدا، عملنا بيه تجارب بسيطة جدا 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 لحد ما الحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا ووسعنا، وبقينا زي ما انتم شايفين مستوى الفيديوهات بتاعتنا ومستوى التجارب بتاعتنا زادت بشكل كبير. ابدأ، استمر، خليك لطيف على طبيعتك، مبدع، هتلاقي المواضيع بتاخد المجرى بتاعها. ده سؤال حلو جدا. اول فيديو هتبتديه على قناة اليوتيوب، ايه اهم حاجة لازم تكون موجودة فيه؟ طيب هقول لكم نصيحة يا جماعة: على يوتيوب اول فيديو هتعمله هيكون اوحش فيديو عملته في حياتك. تأكد من المعلومة دي بنسبة 100%. وعمرك ما هتعمل فيديو مثالي من اول مرة. فاهم حاجة لازم تعملها في اول فيديو انك تصوره. بس هيتفرج عليك كام؟ 3 4 5 ممكن ساعات 100، ممكن طبعا ارقام اكتر من كده.
بس اول فيديو مستحيل يكون بنفس جودة الفيديو رقم 100. فانت حاول اعمل فيديو لازم تبتدي تصوره وتبص فيه وخد رأي الناس، لو حد عمل لك كومنتات او رأي اصحابك عدل 1% في الفيديو ده واستمر، وفي الفيديو الثالث عدل 1% كمان، لحد ما توصل بعد 100 فيديو لو انت استمريت وعندك محتوى جيد والناس ممكن تستمتع بيه. بس انت بتقول انا الناس مش عارفة تشوفني، صدقني الاستمرار ان انت تصور وتحسن 1% بس، 1% بس في كل مرة في الفيديو بتاعك، انا متأكد ان انت بعد اليوم 100 اللي هو عبارة عن 3 شهور وانت بتصور فيديوهات، ده هيكون الفيديو اللي تقدر تقول انا بقيت يوتيوبر. واسأل اي يوتيوبر، اتفرج على اي يوتيوبر، اتفرج على اي يوتيوبر في الدنيا، هتلاقي ان اول فيديو عندنا، خش عندي على القناة دلوقتي تلاقي فيديو سيء جدا. انا كنت مفكر ان هو احسن فيديو في العالم، بس دلوقتي انا بعمل فيديوهات ارجع تتفرج على الفيديو ده، لا فيديو سيء جدا. اتفرج على اي يوتيوبر في اي مجال، اتفرج وروح شوف اول فيديو عمله تلاقيه سيء. فاهم حاجه لازم تعملها في الفيديو انك تبتدي. لو عايز ابتدي على يوتيوب، ابتدي حلقات طويله ولا شورت على حسب الهدف بتاعك. بمعنى يعني انت لو الهدف بتاعك انتشار اكتر وعايز تعرف قاعده كبيره جدا من الجماهير، فحاول تبتدي شورتس. ده غير ان يوتيوب هو المنصه الوحيده اللي موجوده على السوشيال ميديا اللي بتديك فلوس ومونيتايزيشن، وبتخش بارتنر بروجرام، يعني بتشارك يوتيوب ذات نفسهم في الاعلانات وبتاخد ارباح. هي دي المنصه الوحيده اللي هتديك على الشورتس. فانت لو عايز تنتشر اسرع ابتدي شورتس، لو عايز تبتدي تبقى او جي يوتيوبر يعني كده بيبتدي صح، مش هقول صح ان طبعا في صح وغلط، بس يبتدي بيبيلد فان بيز. بس مثلا انا على فكره انا اول 12 حلقه بعد 3 سنين من صناعه المحتوى، لما ابتديت بقى افهم يوتيوب واعمل سيزون وفهمت الدنيا، كنت بجيب في الاسبوع 1000 فيو، يوم ما كنت بزيد 1100 فيو. بس كنت مبسوط بال1000 دول لان هم كوميونتي. اليوتيوب بيسمح لك ان يكون عندك لويال بيز من الكوميونتي، ناس هم حابينك قوي، حابين محتواك قوي، حتى لو 1000 واحد. بس هتيجي عليك اللحظه ال1000 واحد دول هيخلوا الالجوريزم اليوتيوب يتشاف من مليون واحد. فان انت شغال بفيديو طويل ده هيديك ان يكون عندك كوميونتي قوي جدا ويساعدك. طبعا الفيديوهات الطويله بتبقى ارباحها اكتر من الصغيره، لكن لو انت عايز انتشار سريع فيوتيوب شورتس اداة قويه جدا وفي نفس الوقت هتكسب منها فلوس. فصراحه انت شوف بقى انت عايز ايه واختار. سؤال برضو لذيذ جدا ويمكن ناس كتير ممكن تستغرب منه، ايه تأثير اليوتيوب عليا؟ هو تأثير اليوتيوب ما بقاش عليا انا بس، هو بقى عليا واعتقد مئات البني ادمين. اليوتيوب انا ابتديت انا وادهم، احنا الاثنين لوحدنا ما نعرفش اي حاجه في الدنيا. هو كل معلوماته عن برنامج مونتاج وانا كل معلوماتي ان انا بحب العلوم. ابتدينا احنا الاثنين من 2017 صفر بجد، احنا مش عارفين ناخد خطوه لقدام. تعال بص علينا دلوقتي انا وادهم، ايه اللي موجود دلوقتي؟ مئات من الناس الحمد لله رب العالمين شغاله معانا، بيوت كتير جدا مفتوحه بنعرف نكسب منه كويس جدا، انتشارنا كويس جدا، غير انه بيساعدنا ان انا احقق الهدف اللي انا نفسي احققه من زمان جدا. او زي ما بيقول ايه، كل حد عنده سؤال في حياته، هو عايز هو جاي البلد دي يعمل ايه او جاي الحياه دي يعمل ايه. فانا كنت دايما بسال السؤال ده، بعدين اكتشفت ان الاجابه اللي ربنا اداها لي انت جاي تحبب الناس في العلوم. فاليوتيوب مش بس خلاني احبب الناس في العلوم، ده في ناس كتير عايزه تعمل كده جت وحطت ايديها في ايدي وقالت لي تعالى نشاركك الفيجن. يعني مثلا كل التجارب اللي انتم بتشوفوها دلوقتي في الفتره المؤخرا اخر 3 سنين مش انا اللي بقيت بعملها، بقى ناس كتير معانا هي اللي بتنفذها. ناس كتير دلوقتي بسبب يوتيوب بقت تطلب انها تشوف التجارب دي لايف، فبقينا نروح نعمل العروض العلميه دي تروح تعملها لايف، نعملها في كل حته في الوطن العربي. فاليوتيوب ساعدنا جدا جدا ان الرساله بتاعتنا تمتد وان محتوانا يدي الاثر الحقيقي اللي احنا عايزينه. واتمنى ان احنا انتوا قولوا لي في الكومنتات هل احنا فعلا بنحقق هدفنا، هل انت حبيتوا العلوم فعلا؟ انا بشوف ده من كومنتاتكم، بس خليني اتاكد منكم دلوقتي. لو المحتوى بتاعي، سؤال حلو برضو، كل اسئله حلوه الصراحه، لو المحتوى بتاعي عايزه ينتشر جدا ويسيب اثر على الناس، ايه اهم حاجه تبقى فيه؟ هل المحتوى والالقاء والتصوير ولا حاجه مختلفه تماما؟ هقول لك بقى على حاجه يمكن دي ممكن تبقى غريبه بالنسبه لكم جدا. اهم شيء لازم اي يوتيوبر يبقى شغال عليه وهو بيبني المحتوى بتاعه ان هو يكون بيقدم محتوى هو صادق فيه وبيحبه فعلا. يعني انا لو ما بحبش العلوم انا عمرك ما هتصدقني،
لان انا هكون فعلا ستاف. يعني انا مثلا لو جيت كلمتك قلت لك الكاميرات مثلا تعال اقول لك الكاميرا دي من النوع كذا، دي احسن من الكاميرا دي من النوع كذا، وهتلاقي المعلومات طالعه مني مش مترتبه، ده السنسور ده مش عارف ايه ده. انت لو راجل عايز تخش تعرف فرق ما بين الكاميرات وانا اللي بشرح لك فرق ما بين الكاميرات، انت عمرك ما هتصدقني، عمري ما هنتشر. لكن لما انا ابتديت بحب العلوم جدا، فانت شايف في عيني ده. انا مش بكلمك ان انا مثلا مذاكر سكريبت، اي حد ممكن يذاكر سكريبت، لكن لو انا مش بحب الحاجه دي ومش بحب ان انا اجرب، انت عمرك ما هتصدقني. فادام انت مش هتصدقني فعمرك ما هترشحني ان حد يشوفني. فاهم حاجه ان انت تتشاف كويس جدا، ان انت تكون صادق جدا عشان تعرف تتشاف جدا. بس فلازم تكون صادق 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 في اللي انت بتقدمه. سؤال بقى تكنيكال حبتين، ده في اليوتيوب قوي يعني، ده شكله يوتيوبر اللي بيسال السؤال ده. ايه الاهم، هل الفيديو ذات نفسه ولا الثامبنيل او هي صوره العرض؟ بص صديقي، هل ينفع تطلع بطياره جناحاتها احسن جناحات في العالم بس ما فيهاش موتور؟ وهل ينفع تطلع بعربيه فيها موتور طياره؟ ينفع تطير بعربيه فيها موتور طياره؟ ما ينفعش. الطياره لازم يكون فيها الجناحات وتكون الديزاين بتاعها مظبوط جدا ويكون معاها الجيت انجن بتاعها. فما ينفعش اقول لك اعمل فيديو حلو وحط عليه صوره عرض انت مش انفست فيها وقت ومش مستثمر فيها وقت. وما ينفعش اقول لك اعمل صوره عرض تشد المشاهد يخش يلاقي محتوى غير جيد. ده الناس هتكليك عندك وهتخش تشوف الفيديو، بس اول ما اليوتيوب هيلاقي الناس بتخش تشوف الفيديو وبتهرب منه قبل 30 ثانيه كده، اليوتيوب هيقول ده هنا بيحصل كليك بيت، فعمره ما هيرشح الفيديوهات بتاعتك. وفي نفس الوقت تعمل فيديو حلو قوي بس صوره العرض بتاعتك مش افضل حاجه ومش بتعبر عن المحتوى بتاعك بشكل جيد، ومش يعني كده فلورشت في وسط الصفحه الكبيره بتاعت يوتيوب الهوم، فده للاسف برضه هيأثر. لان احنا اكننا يا جماعه في يوتيوب على بيلبورد كبيره بوسترات افلام، انت ماشي بتتفرج على بوسترات افلام اكنك في الستينات دخلت سينما، وبوسترات افلام بوسترات افلام بوسترات افلام. فالبوستر اللي هيعجبك هتقرر تدفع من وقتك وتخش تتفرج عليه. نفس الموضوع بالظبط، لازم تهتم بالبوستر بتاعك او صوره العرض او الثامبنيل زي ما انت مهتم بالفيديو تحديدا. وعايز اقول لك في ناس بتقعد تغير في الثامبنيل، احنا نفسنا بنقعد نغير في الثامبنيل كتير جدا. ممكن لون صغير، نظرة عين، اتجاه، ابتسامة، لون الكوت اللي انا لابسه، شكل الوش عامل ازاي. يعني مثلا يا جماعه الناس لو تلاحظوا زمان كل اليوتيوبرز كانوا بيبقوا عاملين كده، دلوقتي عمره ما هتلاقي يوتيوبر عامل كده. ليه؟ لان اكتشفوا ان الناس مع الوقت بدأت تعرف ان دي خدعة، فبدأت الطريقة اللي بتجيب اكتر مع الناس ان انت تكون مبتسم، واثق في نفسك، حاجة تبدو عجيبة جدا بس انت بتعملها بكل سهولة. فدي معلومة بفلوس كتير قوي، بس جرب ده على اليوتيوب هتلاقيه نفع معاك جدا جدا جدا. لو انا عايز ابتدي كورس، هل اليوتيوب مكان مناسب ان انا انزل الكورس بتاعي واعرضه للناس؟ بص صديقي، انا فاهم، يمكن يكون فهمت سؤالك. انت ممكن تكون بتسأل على حاجه من الاثنين، هل اليوتيوب ينفع يكون مكان انزل عليه كورسات؟ اصلا طبعا هو احسن مكان في الدنيا للمحتوى التعليمي. اتفرج عليا، اتفرج على كل الناس اللي منزله محتوى تعليمي. انا اتعلمت المونتاج من على اليوتيوب، اتعلمت التصوير من على اليوتيوب، اتعلمت اعرف تجارب ازاي نفذها بشكل صح من على اليوتيوب، اتعلمت ازاي اصمم صورة العرض من على اليوتيوب، اتعلمت ازاي يكون عندي القاء احسن من على اليوتيوب. لو انت سؤالك بيقول هل اليوتيوب هيدرلي ربح من خلال الكورسات ولا الناس تشترك وتشترك كورس بشكل خاص، بص اليوتيوب مش بس هتكسب منه من اليوتيوب بارتنر بروجرام وهتاخد نسبة من الاعلانات اللي هي بتجيلك، والمحتوى التعليمي هو اكتر محتوى في وطننا العربي بيديك نسبة عالية في الارباح. ولكن انت لو عندك حاجة زيادة عايز تقدمها للناس، فيوتيوب اصلا عامله خاصيه بقالها فتره اسمها الممبرشيب. فانت نزلت كورس الناس استفادت منه وشايفت ان انت بتقدم قيمه كبيره جدا في الكورس، فممكن تعمل منه حاجه زياده. الناس اللويال ليك تخش تشترك بشكل شهري ممبرشيب، تقدر تديهم حاجات زياده، تقدر تعلمهم معلومات واسرار محدش يعرفها غيرك. فانت هتستفاد بشكل مباشر كمان من الاشخاص اللي هتكون ممبر عندك في القناه. فاليوتيوب الصراحه هيكون مكان مهم جدا لو انت عايز تشتغل في فكره الكورسات التعليميه. ايه اكتر فيديو فخور بيه وليه؟ اكتر فيديو فخور بيه وليه، لو هقول فيديو فخور بيه علشان حسيت ان انا انتشرت في المجتمع قوي والناس كلها حبته والناس كده قعدت قدام شاشه اليوتيوب تتفرج عليا تعمل حاجه ورايا، هو فيديو السلايم. يعني فيديو السلايم ده اول فيديو كمان ينتشر ليا على اليوتيوب بشكل هستيري. يعني اول مره
يعني اقوم من النوم اعمل ريفرش الاقي نفسي جبت 200,000 فيو دي على فيديو طويل، فدي حاجه كانت اول مره تحصل لي في حياتي في 2020. ويوتيوب هو اول ما كان اداني فرصه ان انا اشوف ارقام زي كده. لكن فيديو انا فخور بيه كعبد الله ان انا اشتغلت عليه هو فيديو الزئبق. فيديو الزئبق انا صورته 3 مرات، يعني قعدت تجاربه 3 مرات. عملت التجارب واقول السكريبت لا في احسن، عملت تويستات في التجارب وغيرت السكريبت، لا حاسس ان في حاجه ناقصه عايز اكمل حاجه، رحت عامله للمره الثالثه ولما نزل الحمد لله يعني انتشر جدا، نفس برضو انتشار السلايم، وعمل مع الناس صدى كبير جدا. وكمان المدرسين كانوا بيبعتوا لي من المدرسه ان هم لما يكون عندهم في الدرس حاجه ليها علاقه بالزئبق كانوا بيعرضوا لهم الفيديو ده في المدرسه. فكفخر الصراحه اكتر حاجه هنتكلم بقى نختار ما بينهم هما الاثنين، هقول لك فيديو الزئبق. بتجيلنا اسئله تانية، سؤال لذيذ جدا، بتقيس نجاحك ازاي؟ هل لما الفيديو يجيب عدد مشاهدات اكتر ولا يجيب تفاعل اكتر، يعني لايكس وكومنتس وكده؟ لا الصراحه الاهم بالنسبه لي الفيديو ذات نفسه. هي اجابه كليشيهيه قوي بس يعني حسين احنا اكتر حاجه نبص عليها الريتنشن ريت، نبص على حاجات ولا ده ولا ده ولا التفاعل وعدد اللايكس ولا الكومنتات ولا عدد المشاهدات. الفيديو شوف كم واحد خلصه للاخر، يعني لما تكون نسبه الناس اللي خلصت الفيديو للاخر اكتر ده اكيد بينعكس على التفاعلات والمشاهدات. بس اي يوتيوبر فاهم يوتيوب كويس عارف ان كل ما انت عملت فيديو الناس خلصته للاخر كل ما كان انت ناجح. انت فاهم يعني ايه واحد قاعد في البيت قضى من وقته وقرر يتفرج عليك انت من وسط كل الناس دي كلها الوقت ده كله وكملك انت للاخر، معناه ان هو بيحبك، هو عايز يسمعك بس بتتكلم، هو مش عايز حاجه تاني. اول 1000 واحد بيخشوا لي على الفيديو دول يا نهار ابيض دول يعني اجدع من عيلتي، يعني انا بحس ان هم الناس دي لويال جدا يا جماعه، الناس دي بتحب شارع علوم قوي. فلا هو اهم حاجه في الدنيا عدد الناس اللي خلصت الفيديو للاخر، وده كله بينعكس بقى عليك. طيب سؤال من صديقتنا منا قاعده جنبنا اهي، من اجدع الناس عندنا في التيم يا جماعه. بتسالنا تقول ازاي ازاي احافظ على الريتنشن، انزل فيديو 3 دقايق ولا 10 دقايق ولا اعمل ايه؟ طبعا السؤال غلط جدا، لان هو الريتنشن ملوش علاقه بمده الفيديو، لان مثلا في ناس بتنزل فيديو ساعه والريتنشن بتاعها بيبقى 100%، لان الناس مهتمه تسمع الشخص ده للاخر. فليه علاقه بالقناه بتاعتك، انت بتمسك القناه، ودي حاجه عملناها في التيم هنا. بنقعد مسكنا فيديوهاتنا شفنا ان مثلا في الفيديوهات القصيره الجولدن نمبر بتاعنا الناس اكبر عدد من الناس، احنا في فيديوهات عندنا الريتنشن بتاعها 110% و120%، يعني معناهم كل اللي اتفرجوا على الفيديو شافوه للاخر وعدوه، يعني ونسبه منهم عدوه، فده رقم كبير. فلقينا ان الفيديوهات عندنا القصيره، رغم ان انا مؤخرا بعمل فيديوهات دقيقه ونص ودقيقتين في الشورتس، لان الشورتس دلوقتي بقى يا جماعه 3 دقائق كمان لو انت ما تعرفش. الفيديوهات القصيره بتاعتنا ال 23 ثانيه تحديدا هي دي اللي بتجيب اعلى ريتنشن. في الفيديوهات الطويله على حسب، يعني مثلا انت لو بنيت قصه صح، احنا عندنا فيديو كان حاجه و20 دقيقه وفيديو 8 دقائق 9 دقائق، الريتنشن فيهم كان حاجه و60% 65%، قريب من 70%. ده رقم مهول، بس عشان كان الستوري تيلينج صح وحقيقي وكان فيه معلومات كتير وكان فيه ترفيه اكتر، فاللي كان قاعد بيتفرج هو عايز يعرف ايه اللي هيحصل جاي، طب راح للي جاي هو عايز يعرف ايه اللي هيحصل بعد كده. طيب تعرف ده ازاي؟ بتخش عندك في اليوتيوب ستوديو هتلاقي حاجه اسمها الريتنشن ريت. عايز تعرف من بره اتفرج على البفر بتاع اليوتيوب اللي هو الزرار الاحمر ده، هتلاقي فيه زي جراف كده، فهيوريك حته فيها سبايك. السبايك دي معناها الناس دي اكتر حته الناس اتفرجت عليها وقعدت تعيد فرجه عليها. فانت بتقعد تتفرج على القناه بتاعتك بتشوف الناس بتقع امتى، فتعرف هم وقعوا ليه، فما تكررش اللي انت عملته هنا تاني، وتشوف الناس عادوا ايه عندك، فتشوف ان الناس حابه تشوف منك ده فتكتر من ده، فكتر من الحاجات اللي الناس تحب تتفرج عليها، قلل من الحتت اللي الناس بتمشي منها وتقفل الفيديو، هتلاقي نفسك عليت الريتنشن بتاعك. فالاجابه مفيش وقت بيحدد لك الفيديو، في حاجه اسمها تجربه وخطا لحد ما تعرف الفيديو بتاعك احسن حاجه ماشيه ازاي. خلاص جاوبنا على كل الاسئله، الناس كلها هتبقى يوتيوبرز، يعني نتمنى ان كل الناس، وانصح كل حد عايز يبتدي في اي مجال، صناعه المحتوى شيء اساسي ليك دلوقتي في حياتك، ويوتيوب هو افضل مكان تبتدي فيه ككرييتر، انصحكم بيه، واتمنى اكون جاوبت على اسئلتكم كلها. فخلينا المره الجايه مثلا تبقى اسئله شخصيه، لو حبيت اسئله شخصيه اكتبوا لي في الكومنتات ان شاء الله اجاوبكم عليها، وباذن الله الفيديو ده يعجبكم ويكون بدايه طريق لو انت عايز تبقى كرييتر. اشوفكم في حلقه جديده.